السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم محمد من قناة حمود عراقي. اليوم جايب لكم حلقة جديدة من برنامج كوميديا عراقية، وهي الحلقة الثالثة. شفت الشهادة بسرعة يعني. اليوم عنوان موضوعنا الأول البرنامج كوميديا عراقية اسمه كيف الطلاب بالامتحانات. يعني يظل يتوسل. هسه شوفوا المقطع ونقعد نشرح عليه. بس تعال كيف؟ بس تعال اقترب استاذ. ايش بيك؟ خايف مني؟ لا ايه والله. استاذ سؤال ثاني، المعاني ايه صعب. سهل يابا، سهل، الجواب سهل والله صعب. يابا، سهل. معنى كلمة جواب سهل يابا. شو اسمه هاي انشقت. يا استاذ منين جبتوا؟ ما موجودة يابا جبناها من المدرسة يعني ما منين؟ موجودة من المدرسة. شنو؟ يابا من المدرسة. نلعب مين؟ من معنى مدرسة كلمة، بس الأمازون. معنى كلمة. معنى الكلمة؟ اي ما أقدر قول لي لك يا جواب. أخي. نعم انا اوديك. طبعا يمكن انا هم ما تيج. يمكن انا هم ما تيج. استاذ تعال بس قل لي جواب وراي اشيل له شحاطة ومرة صدق اشيل له الشحاطة يعني. وهذه مثلت، بس يعني اغلب الطلاب هيك يسوون. فاتمنى ما تقلدوهم وكونوا شطار وانجحوا بدراستكم. لكم موضوع جديد اسمه كيف العرب يصورون دخلت. كيف العرب ياخذون بالمطاعم الطلبات. لو سمحت. هذا المنيو؟ لا لا خليك بس اريد اعرف شو طلب ذاك الولد. طبعا ذاك الرجال يعني راد يعرف هذاك الطلب، خاف رخيص يطلب مثله، لان هذا العربي ما يعرف بالطلبات الظاهر لان مطعم اجنبي. فقال له خلاه مثل هذاك الطلب اذا رخيص. طبعا هو شو راح يسوي؟ حيقول له لو قايل له شنو الطلب من هذاك الولد كان قال له هيا، كان يقول له بيش هذا اذا رخيص، يقول له جيب لي مثله. انتم تعرفون العرب. هاي كانت نهاية برنامج الكوميديا العراقية. لا 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 نعلق وجه. هاي كانت نهاية برنامجنا اليوم، برنامج كوميديا عراقية. أتمنى ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. إلى اللقاء.